ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده الفيديو عن اكتر حاجه تقريبا بتتفرجوا عليها عندي في الشانل، عن مجموعه للجسم. مبسوطه ان انتوا بتهتموا بجسمكم زي انا كمان بحب جدا الحاجات البادي كير. فمن غير مقدمات طويله خلونا ندخل في الفيديو على طول. والنهارده الفيديو على القمر الكبير قوي التقيل قوي ده. خلونا نفتحه سوا واقول لكم تجربتي مع المنتجات اللي جواه. خلونا الاول كده واحنا بنعمل انبوكسنج اكلمكم عن البراند اسمها تيلفل، وهي من اسباير، ودي براند اهم حاجه عندهم الكواليتي، الجوده بتاعه المنتجات. فهم بيعملوا البرودكتس بتاعتهم بفيري هاي كواليتي، واكيد مش هننسى الباكجينج القمر اللي انتوا شايفينه. فالمنتجات بتاعتهم بتديكوا احساس اللكجري ده، عارفينه اللي هو الحاجات الفخمه قوي. وانا حقيقي فخوره ان دي براند صنع في مصر. يعني انا بعد ما جربت المنتجات حقيقي تستاهل ان هي تكون براند عالميه، وانا مش بقول الكلام ده على اي براند عامه لما بجربها. انتوا هتاخدوا بالكم من موضوع الكواليتي ده في الباكجينج بتاع المنتجات نفسها، العلب اللي فيها المنتجات. دلوقتي بقى هكلمكم عن منتج من الحاجات اللي وصلتني واللي انا جربتها. انا هقول لكم في الفيديو ده الحاجات البادي كير، الحاجات اللي للعنايه بالجسم. معايا مجموعتين، ولكن هم عندهم حاجات كتير تانية، عندهم حاجات للشعر، عندهم حاجات للبشره، بس انا هكلمكم عن الحاجات اللي انا شخصيا جربتها. كمان هسيب لكم لينك الويب سايت بتاعهم في الديسكربشن بوكس، تقدروا بقى تروحوا تشوفوا كل الاسعار وكل المنتجات اللي عندهم. كمان هسيب لكم كود خصم تحطوه على الويب سايت وانتوا بتشتروا، هيديكوا خصم زياده كمان، يعني هتوفروا جدا في الفلوس. واول منتج هكلمكم عنه هو ده، اللي هو الباري ووش. ده باري ووش للجسم، غسول للجسم. ده شكل الازازه، طبعا الباكجينج رهيب، وحجمها 500 مللي فهي كبيره. دي اسمها كوكونات ايلاند. ريحتها مش ممكن ريحتها فيها جوز هند، وانا حاسه ان هي فيها هند فانيلا، وريحتها حاجه يعني نظافه قوي تحسي. وعلى فكره هما المجموعتين كمان يعني كل حاجات تحسي ان السنت بتاعتهم ريحتها حاجه على نظافه. وعايزه اقول لكم ان ده يعني انتوا شايفينه مليان على الاخر، وانا استعملته 3 مرات غسلت بيه كل جسمي. اكتر حاجه عجبتني في الغسول بتاع الجسم ان هو بيعمل رغوة كتير من حبة قليلين، يعني ممكن ضغطتين بس. يعني شوفوا هو تقريبا شكله كأنه ما قلل حاجة، يعني هو قلل لحد هنا بس، وانا استعملته 3 مرات. بيعمل رغوة تنظف كل الجسم من غير ما تنشفه تو بامب بس. وكمان بينظف حلو قوي 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 الجسم. ومش بس كده، لا ده كمان بيفتح الجسم. هو مصنوع من حاجه اسمها سلفورا وايت، دي بتفتح البشره بتاعه الجسم. كمان في فيتامين سي عشان يشتغل كمضاد اكسده لبشره الجسم. وعشان الترطيب بقى هو فيه بيبانسين وزيت لوز حلو وبابونج، فانت حتى لو بشره جسمك حساسه هيبقى مناسب جدا بالنسبه. دي اول خطوه في المجموعه. ودلوقتي هندخل على تاني خطوه للعنايه بالجسم، اللي هي التقشير. وده من نفس المجموعه، ده بادي سكراب بالكوكونات، ريحه الكوكونات، وريحته تقريبا نفس الريحه بتاعه الشاور، هو بس ريحته اخف شويه من الشاور ريحته اقوى. والسكراب بقى فيه ملح بحر وعرق سوس عشان يقشروا بشره الجسم. وهو تركيبته كريميه، يعني عامل زي ما يكون كريم، مش حاجه ناشفه خالص على البشره. انا عايزه اوريكم، بصوا القوام بتاعه عامل ازاي. ريحته رهيبه، ريحته حلوه قوي. وهو كمان الحبيبات اللي فيه مش خشنه، علشان السكراب الفيزيائي ده ممكن لو الحبيبات خشنه قوي ان هي تجرح في البشره، فهو حبيباته مش خشنه ومش كتير، لا هي معتدله. ده القوام بتاعه، فانتي تستعمليه للتقشير، مثلا الاكواع، للركب، ممكن تستعمليه على كل ايدك، على كل رجلك لو حابه. وده بقى هيشيل كل الجلد الميت وهينعم بشرتك من غير ما يسبب لها خدوش بسيطه، عشان هو اصلا مش تقيل او مش
يعني مش خشن قوي، تركيبته كريميه فبتخلي زي ما تقولي ايه الحاجه يعني ايه تتزحلق كده على بشرتك، مش ان هي تجرح في بشرتك. فده هيدي اشراقه وتفتيح ويشيل الجلد الميت. ونيجي لاخر خطوه واللي هي اهم خطوه وهي الترطيب. انا دايما بقول لكم لو عايزين بشره جسمكم تبقى بتلمع وناعمه وموحده وتحفه، كتروا من الترطيب على قد ما تقدروا. في اخر خطوه في المجموعه هي الترطيب، الباري لوشن بنفس السنت، وده بقى في نفس الماده اللي هي السلفورا وايت اللي في الشاور، ودي بتفتح، فكمان اللوشن للتفتيح، وده بقى فيه فيتامين اي عشان يرطب البشره كمان. وده بقى ترطيبه عميق 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 وبيفضل. انا معظم انواع اللوشن اللي انا بجربها مش بتعجبني، لان ماشي انا اول ما بطلع من الشاور بحطها وبترطب جسمي، بس بعد ساعتين 3 4 5 بلاقي جسمي نشف تاني وعايزه احط كريم. لكن ده ترطيبه قوي جدا، رغم ان هو قوامه معتدل، يعني قوامه مش تقيل او مش سميك زي الزبده مثلا بتاعت الجسم، فمش هتعرفي تفرديه على كل الجسم، لا هو لوشن، ولكن القوام بتاعه تحفه. هو حجمه 250 مللي زيه زي السكراب. وده بقى ريحته اكتر حاجه عجبتني في المجموعه، يعني ده ريحته تحسي الفانيلا فيها باينه، هي كمان في كوكونات، في ريحه جوز الهند، بس ده تحسي فيه ريحه فانيلا اقوى شويه من الاثنين التانيين. فالريحه بتاعته يعني مستعده اقعد اشمها كده. انتوا عارفين انا بحب ريحه الفانيلا، فبحب الحاجات اللي فيها فانيلا. ده القوام بتاعه، شايفين هو خفيف لوشن، بيتفرد بسهوله على البشره ومش بيلزق البشره ولا حاجه، ولكن ترطيبه يعني بصوا اصلا، بصوا اللمعه اللي هتحصل في ايدي دلوقتي من الشويه اللي انا حطيتهم دول. شايفين اللمعه؟ شايفين الجزء اللي انا حطيت فيه بشرتي بتلمع ازاي؟ وعلى فكره انا ما حطيتش اي كريم عشان انا عارفه ان انا هصور الفيديو ده، فما حطيتش اي حاجه على بشرتي، غسلت ايدي بس. شايفين اللمعه اللي هو عملها؟ يدي لمعه للجسم رهيبه، والاحساس بجد يعني مش اي لوشن يديكي احساس ان الحاجه مش ملزقه. شايفين انا مش ملزقه، انا بشرتي مش بتلزق نهائي، البشره بتتشربه حلوه قوي، وكمان ترطيبه بيفضل ومش بيحسس البشره خالص. يعني انا عندي رجلي بتتحسس من اللوشن بالذات اللي بيبقى فيه ريحه، لكن ده انا جربته على كل رجلي وبجد ما تحسستش نهائي، فهو مناسب للبشره الحساسه. عشان كده انا بقول لكم ان انا انبهرت بالمجموعه او بالبراند نفسها. عايزه اكلم البراند بقول لهم ابعتوا لي باقي المنتجات بتاعتكم اجربها. عارفين انتوا لما تجربوا حاجه من براند وتعجبكم فتحسوا ان انتوا عايزين تجربوا كل المنتجات بتاعت البراند؟ المجموعه دي بالنسبه لي كانت كده. فاللوشن انا بالنسبه لي التوب في المجموعه دي. ودلوقتي بقى نخش على المجموعه الثانيه اللي هي نفس الشيء بالظبط ولكن بريحه ثانيه، ودي يمكن انا استعملتها مرات اكتر من الثانيه، يعني دي استعملتها تقريبا 5-6 مرات. بقى دي بتخلي ريحتكم فله، هي حرفيا فله، مش تعبير مجازي، لا هي بتخلي ريحتكم حرفيا فله. ريحتها نظافه لاقصى درجه، وريحتها كانكم خارجين من بستان، عارفين البستان، كانكم خارجين من الجنينه طازه. ريحتها فل على ورد على باودري، وفيها سنه هنت بسيط قوي فانيلا. ده اللي انا شماه، يعني ده مش الديسكريبشن بتاعها، لا ده اللي انا شماه. المجموعه بقى اللي انا بكلمكم عليها دي اسمها جاسمين بارادايس. بتهيألي ان هم كمان عندهم مجموعه تانية بتهيألي، او يعني سنت ثالثه. ريحتها الناس اللي بتحب الحاجات الباودري اللي على ورد، والناس اللي بتحب الحاجه ريحه الجازمين لازم تشتري دي، لازم. عارفين ريحتها فل، بس مش اللي هي حاجه تجزعك كده، او الريحه اللي هو الورد السخيف ده اللي بيخليكي تبقي عايزه تعطسي، لا. والسكراب بتاعها نفس كمان السكراب بتاع المجموعه الثانيه، بس ده ليه لون بينك كده شويه، وريحته رهيبه، وده ريحته اخف كمان من الشاور. وده بقى انا استعملته كتير قوي، يعني ده تقريبا اكتر حاجه انا استعملتها في كل المنتجات اللي وصلتني. وكمان اللوشن بتاع المجموعه بتاعت الدنيا بهدلت شويه هنا عشان انا مستعملاه. بصوا هو لونه على بينك بيربل بقى شويه عن التاني، يعني التاني لونه ابيض، ده لونه بيربل كده. بصوا الترطيب، يعني بصوا الملمس، عايزه اقول لكم ان هو ملمسه حرير، يعني الكريم ملمسه حرير. عايزه اوريكم بقى ازاي بيتفرد، يعني بصوا 1 2 3 4 مرات بيتفرد، مش بياخد فرد كتير ولازم تدعكي كتير. تصدقوا ريحتين على بعض طلعوا حلوين، يعني حطيت الاتنين لوشن على بعض طلعوا
ريحتهم حلوه. انا ما عملتش كده قبل كده صراحه، عمري ما عملت ميكس للروائح بتاعت اللوشن، يعني نفس المنتج احط منه حاجتين عشان الريحه تبين يعني. بس لا ريحتهم حلوه، ريحتهم قلبت على فانيلا اكتر هما الاتنين سوا. شايفين بقى اللمعه اللي بقت في ايدي دي؟ شايفين ايدي دي مطفيه ازاي ودي بتلمع ازاي؟ فاللمعه دي بس من الترطيب. عشان دايما بقول لكم مهم جدا 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 ان انتوا ترطبوا جسمكم كويس جدا. ترطيب الجسم بيمنع الاسترتش مارك، بيحارب السلولايت او السيلوليت، بيخلي الجسم ما يبقاش حته لون وحته لون، بينعم الشكل وبينعم الملمس. فالترطيب للجسم اهم حاجه في الحياه. انا بالنسبه لي اللوشن ده بطل في الترطيب، بالذات ان هو قوامه خفيف، مش بيضايقني لو انا لبست بعد ما حطيته او حاجه، مش بيضايقني في الهدوم او مش بيضايق ملمس بشرتي، مش بيلزق، في نفس الوقت بيدي لمعه وفي نفس الوقت بيرطب وبيقعد فتره طويله في ده. بالنسبه لي على سعره بطل الابطال. بصوا بقى موضوع الريحه ده يعني اذواق، بس انا صراحه الاتنين عاجبني، يعني مش عارفه لو هختار ايه فيهم، بس خلوني اتاكد برضو. اوكي ده اللي بالياسمين، ده اللي بالكوكونات. بتهيألي هختار اللي بالكوكونات لان ريحه الفانيلا باينه فيه اكتر وانا بحب ريحه الفانيلا. لا اللي بالكوكونات. بس برضو هرجع اقول لكم هي اذواق، بس الاتنين ترتيبهم نفس الشيء وفعاليتهم نفس الشيء، هي بس الفرق في الريحه. واكيد ما تنسوش ان انتوا تعملوا تشيك على اللينك بتاع الويب سايت من الديسكريبشن بوكس، وكمان هسيبه لكم في اول كومنت، وهسيب لكم كمان كود الخصم عشان ما تنسوش تستعملوه عشان توفروا في الفلوس. ولو جربتوا اي حاجه من البراند دي قولوا لي علشان اجربها، قولوا لي ايه اللي عجبكم، ايه الحاجات اللي انتوا جربتوها مؤخرا منهم. انا الصراحه عايزه اجرب منهم حاجات تانية. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك للشانل علشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.